محتارة تعملي أكل إيه؟ الجو حر ومش عايزة تقفي كتير في قلب المطبخ، عايزة ترضي جميع الأذواق وتأكليهم حاجة زي اللي بياكلوها بره. تعالى أقولك أكلة في حلة واحدة هتجيبلك من الآخر حاجة طعم خطير تحفة، والشكل زي ما انتوا شايفينه كده. كل عشاق المكرونة والسجق يجمعوا الوصفة دي خطيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ النهاردة هعمل معاكم وصفة مكرونة حلوة جدا، مش مبكبكة ومش مكرونة فرن ومش مكرونة بالجبن. هي حاجة كده مختلفة، لكن أوعدك إن طعمها هيعجبك جدا. طريقتها بسيطة سهلة جدا، كل الحاجات في حلة واحدة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا كمية السجق زي ما انت حابة. تمام. انا بشطف السجق شطفة بسيطة تحت الحنفية، وبعد كده بغمره بمية سخنة. ليه بتعملي كده يا مرمر؟ انت كده سلقتيه؟ لا، انا ما سلقتوش، انا بغسله لانه بيبقى عند الجزار او في المكان اللي انت بتجيبيه منه بيبقى معرض للاتربة وللجو، فلازم جدا الحركة دي. تمام. وفي نفس الوقت انت بتقفلي الهنك على اللحمة علشان ما تخرجش منه. بعد كده هصفي وابتدي اقطعه التقطيعه اللي انا عايزاها. مقطعه بصلايه كبيره جوليان، فلفل حامي على رومي، ودول 3 او 4 معالق من الزيت، مش اكتر من كده. انا قطعت السجق انصاص لاني هستخدم مكرونه القلم. تمام. فانا بحب الطبق يبقى تقطيعاته كلها واحده، لو كانت صغيره كنت هقطع تقطيعات صغيره. هسيبه لحد ما ياخد اللون معايا. حطيت رشه بسيطه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من بهارات 7 حبات. انا عارفه السجق بتاعي، عارفه المكان اللي بجيبه منه، التتبيله بتاعته بتبقى هاديه، ما بيبقاش حامي ولا سبايسي ولا فيه توابل كتير، عشان كده انا بضيف له شويه توابل. فطبعا انت على حسب المكان اللي انت بتجيبي منه. كمان انا هنا حطيت 3 معالق زيت هشتغل بيهم كل حاجه، لاني برضو عارفه السجق بتاعي ما فيهوش مواد دهنيه كتير. خلاص. حطيت 3 فصوص توم، دي نص الكمية اللي انا هستخدمها، تشويحة كده مع السجق عشان تطلع ريحة حلوة للأكل. قلت لكم قبل كده في وصفاتي كلها التوم بوزعه على الأكل، مش بنزله مرة واحدة. البهارات بوزعها كل وقت، أو التوابل في العموم كل ما نزلت حاجة بنزل حاجة، وممكن حاجة تنزل قبل حاجة تغير لك طعم الوصفة وهكذا. تمام. نزلت البصلاية المتقطعة جوليان وهديها برضو تقليبة كده. البصلاية انا مقطعاها تقطيعة كبيرة، والفلفل. ليه انا عاملة كده؟ لان السجق عندي تقطيعته كبيرة، ولاني مش عايزاه يدبل ويتهري. حطيت حاجة بسيطة جدا من الفلفل الرومي، وحطيت 3 شرايح من الفلفل الحامي، وسبت الباقي علشان خاطر هكمله في اخر الوصفة مش دلوقتي. نزلت بالمكرونة عشان اديها تقليبة. خدت معلقة كبيرة من معجون الطماطم بتاع البرطمانات، ده بقى اختياري بالنسبة لكم. تمام. لكن هو بيدي الوصفة طعم حلو جدا. ده باربيكيو صوص، حطيت معلقة كبيرة برضو. هحط بقى ايه تاني؟ هحط بابريكا مدخنة، مش بابريكا عادية. لو حبيتي انك تستغني عن الباربيكيو وتستغني عن البابريكا براحتك، مفيش مشكلة، لكن اساس الوصفة الاختلاف الطعم حلو ده. كمان هنا انا دخلت الزعتر مع السجق، وكان الحقيقة طعمه خطير جدا، خصوصا لما دخلت الجبنة الموتزاريلا، لان الزعتر مع الجبنة الموتزاريلا انسجام عالي جدا. نزلت بالمية السخنة وهدي بقى تقليبة كده. وما تنسوش هنظبط الملح بتاعنا. وسبتها تغلي على البوتاجاز غلوة واحدة بس. زي ما احنا شايفين المكرونة لسه نية ما استوتش، انا بس مجرد ما غليت معايا هنا هبتدي بقى انزل كمية الفلفل عليها، وبعد كده هحطها كلها في قلب الصينية بقى، او البايركس، او الوok اللي هتدخليها البوتاجاز بايدين براحتك خالص، ايا كان اللي هتستخدميه. نزلت الفلفل فوق الوش علشان خاطر يبقى طازه لحد اخر حاجه. لو عندك فلفل الوان مفيش مشكله خالص، تقدري تستخدميه في الوصفه دي هيبقى حلو جدا. كان عندي شويه جبنه موتزاريلا هستخدمهم. دخلت المكرونه على درجه حراره عاليه، هنا كانت استوت اهي. قعدت تقريبا حوالي 15 دقيقه، 15 دقيقه بالظبط، وكانت مستويه تسويه كامله. هغطي بقى بالجبنة بتاعتي الوش بتاع المكرونة. زي ما احنا شايفين المكرونة لسه فيها شوية صوص، وده الحلو في الوصفة دي.
تمام. انها لا تبقى اللي هي مكرونه فيها صوص كتير، ولا تبقى ناشفه زي المكرونه الريد صوص. طلعتها، ده كان شكلها، ريحتها بقى خطيره، مش قادره اقول لكم. ريحه الجبنه مع السجق للمكرونه، وفي نفس الوقت الزعتر، حاجه كده خطيره. بصوا الصوص بيغلي من الجنب ازاي. وصفة النهاردة سريعة سهلة كلها في حلة واحدة. لو استفدتوا حاجة ما تنسوش تكتبوا لي دعوة كويسة، وما تنسوش اللايك يا جماعة. صدقوني بزعل لما بتتفرجوا على الفيديو وما بتحطوش لايك. اشوفكم بخير في وصفة جديدة. باي باي.